اسمع مني، الخوف والحزن ما من مفر في هذه الدنيا. حتى الأنبياء خافوا وحزنوا، هذا الشيء حاصل. لكن تدري وش المصيبة؟ انك تخاف من شيء مجهول في علم الغيب، شيء من ألاعيب الشيطان لك. هذا الخوف اللي راح يدمرك، هذا الخوف اللي راح يدمر حياتك وأيامك وسنينك. أما الخوف العادي مثل خوفك من المرتفعات، خوفك من النار، خوفك من الدواب، هذا خوف عادي. لكن الخوف الوهمي اللي من وحي الخيال ما له وجود، هذا الشيطان تمكن منك. الشيطان يبغاك تحزن، يبغاك تتضايق في دنياك. والله إنك ما راح تطلع من هذا الحزن وهذا الخوف إلا بتوكلك على الله سبحانه وتعالى ومحافظتك على صلواتك وبالاستغفار وبالأذكار وبالتسبيح. فما ظنك برب العالمين، أنت ظنك في الله وشو؟ فوالله كل ما أحسنت ظنك في ربك راح يكون معك وراح يعطيك بقدر حسن ظنك فيه سبحانه. تعوذ من الشيطان، توكل على ربك واترك منك الأوهام. والله العظيم كنت أخاف من مرضي أن يذبحني يوم من الأيام. مرت 20 سنة الحمد لله، والله أني ما أشكو من شيء، كلها أكاذيب من إبليس، يبغى يكون إيماننا ضعيف. وأيضا الحزن يا أخي، نحزن يوم يومين نرجع لحياتنا الطبيعية. والله العظيم كم فقدنا من شخص عزيز على قلوبنا، نحزن يومين ثلاثة ونحاول نتدارك أيامنا ونعيش حياتنا المتبقية. هذا المطلوب مني كعبد، أني أقوم في واجباتي تجاه الله سبحانه وتعالى وأتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأدري أني يوم من الأيام راح أنزل في حفرة 2 في 2، والله ما حد درى عني، ولن ينفعني إلا عملي الصالح مع الله سبحانه وتعالى. أحزن على أشياء مفقودة راحت. إذا كنت محب حقيقي للشخص اللي فقدته فعليك بالدعاء له، أدعى له إن الله يغفر له وإن الله يرحمه وتصدق عنه. أما تحزن أيامك كلها، والله ما حد درى عنك يا صاحبي، والله ما حد درى عنك. ما غير تتعب نفسك وضيعت وقتك ودمرت صحتك وراح يومك كله تعاسة وحزن، ما استفدت لا من عبادة، لا من صلاة، لا من طاعات، لا شفت الناس، ولا طلعت، ولا تمشيت، ولا رحت، ولا جيت. كلها حزن وهم وخوف من أشياء، من وساويس الشيطان، ومن شيء راح وانتهى ماضي. فأرجوك انتبه لنفسك واعرف بأنك لم تخلق عبث في هذه الدنيا. إن الله راح يجازيك خير الجزاء على صبرك وعلى احتسابك وعلى إيمانك فيه دائما وثقتك فيه. تحياتي لكم.